زي ما قلت لكم بالظبط من اسبوعين ان كويس ان المصري حسام سابنا واحنا عندنا 36 نقطة. يعني احنا عايزين بالظبط 3 نقط عشان نقعد في الدوري. الحمد لله ادي اول نقطة وجابوا لنا النقطة. انا قلت لكم الماتش اللي فات ده مش مقياس خالص. اللي احنا نغلب بترول اسيوط 3-1 مش مقياس. المقياس في اول ماتش في الدوري وتمام 100 مباراة عقيمة وليس لها طعم ولا لون ولا في كورة وعك كروي، والجون حتى اللي احنا جبناه بايلق. والنتيجة ايه؟ قعدنا نتمايع ونتدلع لغاية ما اجى فينا بلانتي من كريم العراقي دلع. اهو ده بقى الدلع اللي احنا بنقول عليه. ده الدلع اللي احنا بنقول عليه. عايزين مدرب حازم عشان الدلع. لو تلاحظوا في المباراة عصام ثروت برضه اتدلع في اول الماتش وكان هيخش فينا جون. اللعيبة دي مش عايزة دلع. كان ماله حسام حسن؟ ايه يعني حسام ماشي عمل ايه يعني؟ شخط في اللعيبة؟ كان هيحضن اللعيبة؟ اللعيبة اهي طبطبنا عليهم واخدناهم في حضننا وبسناهم وروقناهم، والنتيجة ايه؟ مباراة زي الزفت، مباراة زبالة. دي كورة دي تتلعب مع الداخلية؟ ادي نتيجة الدلع، نتيجة الطبطبة. اصل حسام حسن بيشتم، اللعيبة مش عايزة اشتم. طب يا سيادة اللعيبة احنا اهو طبطبنا عليكم، عملتوا ايه؟ غلبتوا الداخلية 3-4؟ ده انتوا كنتوا هتتغلبوا. مباراة عك كروي، مباراة زبالة. وزي ما انا قلت ادي نقطة، لسنا نقطتين عشان نقعد بس في الدوري. انما غير كده مفيش كورة. مش هناخد كورة تاني من النادي المصري. انا مش عارف مجلس ادارة اتسرع ازاي انه ساب التوأم حسام ابراهيم، وكان هينظموا للسنة الجاية، وكانوا جايبين لعيبة علشان السنة الجاية. احنا بنستعجل ليه؟ ايه يعني؟ ايه يعني زعق للعيبة مش مشكلة، ما كل المدربين بتزعق. انما بالطريقة دي ماتش زبالة مع الداخلية وجبنا جون بايلق، وكويس اللي ما اتغلبناش. نهايته اللي اقدر اقوله ان مجلس الاداره غلط غلطه جامده في انه يسيب ابراهيم وحسام. ودي نهايه الفيديو بتاعنا. شكرا.